السلام عليكم الخوت، جيتكم اليوم بفيديو جديد ومن قلب الحدث. غدا إن شاء الله كاين الماتش الحارق بين المغرب ومالي. حنا حاليا متصدرين المجموعة ب3 نقاط بعد الفوز الأول، ومالي تعادلات مع زامبيا. الأجواء في كأس إفريقيا عندنا في المغرب خيالية. اليوم غنهضروا على التنظيم اللي صدم العالم، وعلاش خاص وليد الركراكي يركز على السكواد كتر من الجمهور. تبعوا معايا هذا التحليل اللي غيكون بوضوح. اول حاجه خاصنا نوقف عندها هي التيرانات. هاد الملاعب في كاس افريقيا تحطوا في امتحان حقيقي مع الشتاء اللي طاحت. اللي عجبني هو ان ديك الغزاره دا الشتاء ما اثرتش على التيرانات. المغرب فات قطر بسنوات ضوئيه في هاد النيفو. التقنيه باش كيتفلتر الماء ومكيبقاوش الضايات فوق الكازون شي حاجه عالميه. حتى المدربين والجمهور اللي جاو من برا بحال الجزائريين انبهروا بالبنية التحتية والتنظيم والسلاسة في الدخول للملعب. بزاف كيهضروا على الجمهور، ووليد الركراكي حتى هو جبد هذا الموضوع. بغيت نقول لوليد ماشي الجمهور هو اللي كيلعب، الجمهور كيبقى دوره ثانوي، والفرقة والسكواد هما اللي مهمين. حنا شعب باسيون بالكرة، وفين ما كان المنتخب كنديبلاصاو. شفنا هادشي في قطر، في الشيلي، وحتى في الماريكان مع الوداد. المشكل ماشي في الجمهور اللي ما كيديبلاصاش، المشكل في التكتيك داخل التيران. دابا ندوزو للمعقول، السكواد هو اللي كيدير الفرق. ملي كيتعطب ليك لاعب بحال سايس في ربع ساعة الأولى، واش الجمهور هو اللي غيدخل يلعب؟ الخبر الزوين هو أنه أشرف حكيمي ولا جاهز باش يلعب، ولكن هادشي كيحط الركراكي في حيرة مع مزراوي. غالبا غادي يضحي بأن صلاح الدين وخا كيخرج ماتشات ناقيين باش يلعب مزراوي في داك البوست. وبالنسبة لإمرابط كنت نتمنى ما يلعبش غدا أو يخرج، شو نقموا من بكري باش نعطي فرصة لدراري آخرين نقدروا نتصدموا فيهم إيجابيا ويكونوا أكثر نجاعة. كاين هضرة بلي أكرد وإمرابط بجوج بيهم مقيوسين شوية. الماتش الجاي غدا ضد مالي تعادلات في الماتش الأول. انا كنت توقع ان شاء الله نربحوا هذا الماتش ب2-0. كنظن الثالث ما كاينش، ولكن 2-0 نتيجة لوجيك. هذا العام ما كاين لا حصان اسود لا ولو. المنتخبات المرشحة هي اللي كدوز، واللي عنده اللعابة والتكتيك هو اللي غادي يكمل. كان هادشي اللي عندي اليوم. غدا نتفرجوا في الماتش ونشوفوا شنو كاين، وديك الساعة نديروا فيديو تحليلي بالديتاي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش توصل المعلومة بوضوح. تهلاو.